اوكي، خلينا نبدا اليوم بتاعنا والتدريب بتاعنا النهارده، وعايزين نحط شويه قواعد كده. المفروض ان انت بتكون حاططها لنفسك لما اول ما بتيجي تتداول. اوكي، طبعا مش هنتكلم، لازم طبعا هيكون عندك اداره راس مال، دي حاجه اساسيه، ولازم تبدا تتعلم، ولازم ما تكونش مستعجل، وما تستعجلش الماركت في حاجه، وما تكونش شخص عجول. الفرص ما فيش اكتر واكبر منها ان شاء الله. اوكي، فانا مش عايزك تبقى شخص اللي هو انت شخص عجول على الماركت وبتستعجل الماركت في حاجه. تمام؟ طيب، رقم واحد، ان المفروض انك انت اول ما بتيجي يعني انت بتيجي تدخل الماركت او بتيجي تدخل تتداول، واليوم بتاعك اتفقنا ان اول حاجه خالص انت بتروح رايح فاتح الفوركس فاكتوري عشان تبدا تشوف ايه هي الاخبار اللي موجوده عندك، ايه هي الدنيا فيها، ايه الاخبار، ايه الحياه ماشيه بشكل عامل ازاي، تبدا تشوف القصه فين. ليه الكلام ده كله؟ طبعا احنا شرحنا الموقع ده، مش هنتكلم عليه تاني النهارده. اول حاجه انت بتتاكد بس ان التاريخ بتاعك بتاع النهارده اللي هو من 12 ل 18 6. تمام؟ بتبدا تشوف الاخبار بتاعتك. طبعا احنا بدايه يوم الاثنين النهارده يعتبر ما كانش فيه اخبار، كلها كانت ضعيفه. بدايه من بكره ان شاء الله يوم الثلاث، هنا اول خبر هيكون الساعه 8 ونص اي ام الصبح، يعني ده على الدولار. ده خبر قوي طبعا، وهنا ده الاورنج زي ما قلنا ده خبر متوسط. انا ببعد على العمله في الاوقات دي يعني. تمام كده؟ فانت بتبدا تشوف ده الاخبار بتاعتك عشان تبعد عنها، عشان تريح دماغك منها. واحنا بدانا برضو على قناه المتابعه بتاعتنا مع بعض، بدات ابعت لكم ايه جزء من الاخبار كده. يبقى اول حاجه بتشوف فكره الاخبار بالنسبه لك. طيب، في شيء مهم برضو لما بتيجي تشتغل اندكسات، لازم تبعد على الاندكسات في وقت الاخبار، يعني في وقت فتح السوق الامريكي يا شباب. يعني انت وقت الساعه اللي هو الساعه 3 ونص تقريبا، اول لازم تبعد على الاندكسات تماما. اوكي، يعني لو عندك صفقه شغاله امنها، عندك حاجه ما اتفتحتش، لا امسحها لحد لما حوالي نص ربع ساعه ثلث ساعه على الاقل كده تعدي من فتح السوق الامريكي، تبدا تحطها بشكل من تاني يعني. تمام؟ في نقطه بقى مهمه جدا، ودي محتاجين نبدا نتفق عليها ونلتزم بيها كلنا يا شباب، وهي ايه؟ اولا، في دايما من الحكمه مثلا اللي بيقول لك ايه، او الحكمه بتقول لك ايه: عصفور في اليد خير من 10 على الشجر. تمام؟ طيب، انت في الفوركس يسرون في اليد، يعني ايه؟ انت النهارده دخلت تريده لايا كان مين الانديكيتور، دخلت تريده لايا كان مين الانديكيتور، حط لنفسك اساسيات، حط لنفسك استراتيجيه شغال بيها. ايه الاستراتيجيه دي؟ انت عند 10 نقاط، بعد 10 بيبس، بعد 10 بيبس اقفل نص المكسب. عند ال 10 نقاط اقفل نص المكسب، اعمل اغلاق جزئي، وده شرحناه الاسبوع اللي فات. تمام؟ وموجود في الجو لايف برضه. طيب، بعد كده بأمن النص الباقي واسيبه يكمل عادي. بأمن، بحط الستوب بتاعي على الدخول عادي ايا كانت التريده باي او سيل، واسيب نص البروفيت عادي مع نفسه بقى، واما تتحرك معاه 20 نقطه ب 20 نقطه او 10 ب 10 حسب ما انت عايز، او تشغل التريننج ستوب 10 5 20 زي ما انت عايز، وده برضو شرحناه الاسبوع اللي فات. تمام؟ ده الطريقه الامثل. طيب، لو انت شخص مش فاضي، يعني ايه مش فاضي؟ يعني انا مش كل شويه هدخل اشوف ده التريده قربت على 10 نقاط فاعمل اغلاق جزئي يا عم لا، ما تعملش الكلام ده. هقول لك على الاسهل من كده: اقسم اللوت سايز بتاعك. احنا اتفقنا ان احنا بندخل التريده بواحد في المية من قيمه راس مالي. تعال نقول دلوقتي على سبيل المثال ان التريده اللي المفروض هتدخلها المفروض بدولار 0.0 0.10 0.10، ده المفروض انت هتدخلها بالشكل ده. تمام؟ يعني انت مثلا هتدخلها على سبيل المثال كده 0.10. تمام؟ هنا ده معناها ان التريده دي لو ضربت الستوب بتاعها بتساوي الخساره بتاعتك كام؟ 1%. تمام؟ بتساوي 1%. طيب، ده معناها ايه؟ لو انا عايز اريح دماغي بقى من النقطه دي، هفتح تريدتين لنفس زوج العمله، مثلا على الدولار، على الباوند ين مثلا، نفس الانتري نفس الستوب لوس، بس اغير البروفيت عادي.
طيب يبقى زيرو، هدخل ب 0.05. معلش اصل انا بكتب بالماوس يعني، القلم الواحد دي عشان يكتب على ده لازم يشغل الايباد، فخلينا نكتب بالماوس عادي. المهم ان انت الموضوع واصل يعني. طيب الاولى هحط البروفيت بتاعي على عند 10 بيبس، تمام كده. فخلاص هي مجرد ما توصل هتقفل لوحدها وشكرا، يبقى انت ايه، كسبت نص المكسب، وصلت نص المكسب وشكرا. دي بقى هنا اول ما التريده دي توصل للهدف بتاعها هتروح فقط مأمن التريده دي، حاطط الستوب على الدخول، وبعد كده اتحرك بيها زي ما انت عايز. يا اما هتشغلها ترينج ستوب وتحط عدد نقاط زي ما انت عايز، انت حر، او هتشغلها انت تنقل انت الستوب بتاعك يدوي بايدك انت، كل 10 نقاط 5 نقاط 5 بيبس يعني، او 10 شباب. بص هو البوينت هي اصلا بتساوي 10 بيبس، بس احنا لما بقول لك كلمه نقط دي فهي للتسهيل مش اكتر، تمام. يبقى انت فكره ان انت شخص هيعمل ايه، هتبقى شخص انت سبت التريده هنا مع نفسها بقى، تشتغل زي ما تشتغل، اوكي. تحط لها الهدف الاخير عادي، وبعد كده تشتغل بالتنج ستوب او بتنقل الستوب بتاعك انت يدوي. وبس الاهم انك لازم تروح حط الستوب على الدخول اول ما الهدف الاول يجي، علشان لو السعر كمل لطريقك اللي انت عايزه خير وبركه، رزق من عند ربنا. طب عكس ضرب ستوب برضه ما فيش مشكله، طلعت من دي بريك ايفن وارجع ليه السيشن بتاعت البريك ايفن برضه، وابقى اسمي طلعت بجزء من الايه، من المكسب. ابقى انا اسمي كنت طلعت متامن وكسبان في نفس الايه، في نفس الوقت. دي طريقه كده لازم نشتغل بيها، ولازم نكون حريصين ان احنا نشتغل بيها في الوقت ده. انت هتكون جمعت ما بين طريقتين للشغل حلوين جدا جدا، وهي طريقه السكالبنج بال 10 بيبس، والسوينج بالطريقه الثانيه. لو الدنيا كده اوكي ومتفقين على الجزئيه دي، اكتب لي رقم 3 في الشات. اوكي جدا، يلا بينا على الحاجه اللي هنتعلمها النهارده، وهم هنتعلم شخصين النهارده فقط لا غير. وعايز اقول لكم على حاجه، احنا بدانا رحله بدات من الاسبوع اللي فات، والرحله دي كانت ان انت ازاي تقدر تعمل عدد من البيبس، وازاي تقدر توصل للمستهدف اليومي بتاعك من خلال اي ام اكاديمي. ولو لاحظتوا هتلاقوا ان النسب اللي احنا اتكلمنا فيها الى الان هي نسب معتمده على الاديكيتورز يعني. يعني تخيل انك انت نسب الى الان ما اتكلمناش على اي سكانر لسه. يعني احنا الى الان ما اتكلمناش على اي سكانر، انتوا مستوعبين بس الجزئيه دي ولا لا؟ احنا الى الان بنتكلم على اديكيتورز فقط لا غير. يعني انت حتى من الاديكيتورز تقدر تطلع نسبه، من الابلكيشنز اللي موجوده تقدر تطلع نسبه، من السكانر تقدر اي سكانرز تقدر تطلع نسبه، يعني تقدر تعمل كوليكشن عظيم جدا جدا جدا. قبل اي حاجه عايزين نشوف كده حاجه مهمه جدا مع بعض، عشان نشوف يمكن اهميه الحاجه دي بالنسبه لنا هي ايه. هنا لو خدت بالكم دي النتائج بتاعت اليكس الاسبوع اللي فات، دي نتائج اليكس الاسبوع اللي فات. فده الشخص اللي احنا هنشتغل معاه وهنتعلم طريقه الشغل بتاعته. خليكم فاكرين ان الناس اللي هي كانت حضرنا الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي انا قفلت في الزوم ده، الناس اللي كانت دخلت على اليورو كاد لما حللناه مع بعض كده، وكنا بندي مثال على الدعم والمقاومه والترند، وقلت لكم ما تطلعوش من التريده دي مش اقل من، يعني هي كان اصلا المهندس مد عليها تريده، وانا قلت لكم ما تطلعوش منها مش اقل من 100 ل 300 بيبس. اوكي، بص كده هي اصلا جابت ال 100 بيبس اللي هي كان يورو كاد. طيب ايه الفكره كلها؟ هو مش هقول لك ان انا بتاع تحليل ولا حاجه، كل ما فيها كان فكره دعم ومقاومه وانت كنت فاهمها وبس، وكنا بنوضح فكره ان اهميه الدعم والمقاومه في الستوب لوس بيعمل ايه، ان انا ما ادخلش طالما الستوب اتضرب خلاص، اللي هو انا خلاص ما ادخلش التريده تاني، لان ده معناه ان هو كسر منطقه دعم ومقاومه او وقاع او ترند، ايا كان الوضع عامل ازاي. احنا النهارده هنتعلم طريقه مهمه جدا
وهي طريقه اليكس بيرج او اليكس فاريا. وكمان نفس الطريقه بالظبط هي بتاعه عبد او بتاعه اسمه ايه ده رامي، بتاعه رامي ابراهيم. ورامي شغله كله معظمه على عملات رقميه وعملات عاديه برضه يعني، اوكي، اللي هو الفوركس يعني. فده الحاجات اللي هنتعلمها النهارده. كل ما في الامر الموضوع ان يعني انت شايف موضوع اليكس ايه ده تقيل، ده الموضوع اصلا مش عارف ايه. بص، النهارده ان شاء الله هتطلع من الزوم ده ومن التدريب ده انت شايف حاجه واحده بس. هو ايه السهوله اللي اليكس فيها واحنا سايبينه؟ ايه السهوله دي؟ ايه كميه البساطه اللي في الموضوع ده؟ إيه هو انا الموضوع سهل معايا وانا مصعبه ليه؟ طيب علشان تسهل الموضوع على نفسك اكتر اعمل ايه؟ اتفقنا انك هتنزل تريدنج فيو على اللاب بتاعك وتريدنج فيو على التليفون بتاعك، ونفس الميل اللي هتكون فاتح بيه على الاكونت بتاعك على تريدنج فيو في اللابتوب بتاعك او البي سي العادي او ايا كان الجهاز اللي انت شغال عليه، هو نفس الميل اللي تكون فاتحه على التليفون. ليه؟ علشان يقرا معاك اللي انت هتعمله على اللاب. يعني انت اليكس هيدي لك التريدات، عايز اقول لك كل اللي انت محتاجه بعد ما اليكس يبعت التريدات حوالي نص ساعه تقريبا فقط لا غير. ايه النص ساعه دي؟ انت هتعمل السيت اب بتاع التريد على تريدنج فيو وبعد كده هتكمل حياتك بقى. اطلع يا عم روح مكان ما انت عايز، يعني اعمل زي ما انت عايز. كل ما فيها هتيجي كل 4 ساعات. يعني قول لي ايه النظره اللي انت محتاجها؟ يعني انت هتيجي الساعه 3 الساعه 3 الساعه 11 تقريبا او الساعه 11 الصبح مثلا. بصيت على البتاع، لا ما حققش، ماشي فكك منه. على الساعه 3 بصه كمان، والله في حاجه حققت وحاجه لا، حاجه جابت الشروط بتاعتها وحاجه لا، ماشي اشوف اللي جاب الشرط اخده واللي ما جابش خلاص. اجي على الساعه 7 اجي، يعني فكره ان فرق كام؟ كل 4 ساعات. وخد بالك اليوم دلوقتي هو مش بيبدا من 12، بيبدا من 11 في الفوركس لان انت في توقيت الشتاء لسه. تمام. فلو انتوا جاهزين كده اكتبوا لي رقم 2 على الشات او اي حاجه كده على الشات كده سريع. ماشي حبيبي يا احمد، انا عشان بحب 7 بصراحه، بس انا بسيب 7 للحاجات التقيله. بلاش نار يا فوزي، يعني بعدنا عنها الله يرضى عليك. اللهم اجرنا من النار يعني. طيب اوكي اجاوب حاضر. طب بص يا شباب، في سؤال معلش عشان يعني كنت بتسال السؤال ده، خليني اجاوبه. هو ملوش علاقه بالميتنج بس خليني اجاوب السؤال ده. كان حد لا انا ما بحبش النار بصراحه يا فوزي، يعني اللهم اجرنا منه واجر الناس كلها منه. بص يا شباب، في حد يمكن كان السؤال ده بتسال هاني، هو انت اصلا ليه عامل قناه اليوتيوب او الحاجات الموجوده على اليوتيوب ليه؟ بص الموضوع يا شباب في قناه اليوتيوب اللي انا عاملها للناس لينا احنا بس. يعني قناه اليوتيوب هي غرضها التيم بتاعنا احنا فقط لا غير، خدوا بالكم يعني. طب ما ليه عاملينها؟ لان يعني لو خدتوا بالكم ان الزوم مثلا كان في كم تدريب انتوا جيتوا تدخلوا عليه اليومين اللي فاتوا اليوتيوب ما بيفتحش، صح؟ في مشكله في الزوم مثلا ما فتحش، واحيانا بيحصل التسجيل والمساحه مثلا بتعدي فما بيتسجلش فبتحصل مشكله، فقصه كبيره. لكن ايه اكتر حاجه واسهل حاجه توجد التدريب على طول باستمرار ومتاح موجود على الانترنت على اليوتيوب بس. اوكي. في ناس بتدخل وبتستفيد منه، ما خير وبركه يستفيدوا يا سيدي، ربنا يجعلنا نافعين ليهم يعني ونكون سبب في ان هم يكسبوا. هم في النهايه الناس دي ما تكسبش من جيوبنا حاجه يعني الناس دي بتكسب من رزقها. وفي ناس بتسال، ولو ناس سالتني عن حاجه ولا كده وانا قادر اخدمه مش هقول له لا يعني. اوكي، هي دي فكره قناه اليوتيوب، بس هي بنسهل على بعض كفريق كده ان الحاجه تكون متاحه تحت ايدك وقت ما تكون عايزها، ما يكونش في عندك مشكله في الزوم ان هو يبقى في مشكله يعني ان هو ما يسجلش يعني. اوكي خلينا نبدا. طبعا في الاول انت بتدخل بتكون عارف المواعيد بتاعه اليكس. يعني انت المفروض الاول تكون عارف مواعيد اليكس عندك ايه. تمام. طبعا بتجيب اللغه الفرنش من هنا. ده اليكس وده رامي يا شباب، الاثنين دول هم شغلهم واحد يعني. طيب انت عشان تريح دماغك انت ما تدوسش على الانديكيتور نفسه، لا انت هتنزل تحت كده وعلى
اف ار اكس دي تضغط عليها. هو هنا بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك دي الايام اللي هو بيطلع فيها يعني. فاهم؟ دي الايام اللي هو بيطلع فيها، بيطلع 3 ايام في الاسبوع. الساعه بص 1:30 بي ام اي اي تي. ده اي اي تي ده اللي هو توقيت مصر يا شباب. يعني 1:30 بتوقيت مصر. تمام؟ كل واحد بقى يشوف توقيته مناسب مصر ايه هو يعني. اوكي. هتلاقي ده الايام يعني. طب ايه الايام دي؟ لا ما اعرفش، روح ابحث عنها عن جوجل. يعني اظن ده يعني ده فرنساوي يعني، فلو حد هنا فرنش بقى يقرا البتاع. هو غالبا دي الحد، لان انا فاكر ان دي كانت الجمعه. انا فاكر ان هي في الفرنساوي كده لما خدناها في ثانوي. انا فاكر ان دي الجمعه. يعني يبقى ده الحد. ممكن. لو حد من بتوع الفرنساوي هنا هو الحد طلع الحد يا شباب، ما اغلطناش. يبقى ده الحد. يبقى هو يوم الحد الساعه 1:30 بي ام، يعني 1:30 الظهر. خد بالك يا معيده كلها بالنسبه لنا احنا 1:30 الظهر توقيت مصر يعني. تمام؟ يبقى ده الحد 2 3، وده الاربع وده الخميس. يبقى هو حد واربع وخميس. ده المواعيد. رامي يوم الثلاث والخميس والسبت. تمام؟ اي اي تي برضو ده اللي هو ده. عايز تغير الزون بتاعتك، التايم بتاعك، هتضغط هنا كده على تشوز يور تايم زون، وتقدر تغير الحاجه بتاعتك كده. دي الطريقه الاولى اللي احنا جبنا فيها اليكس. تمام؟ هو احيانا بيبعت التريدات بتاعته في الجلايف، واحيانا وبيبعتها في البيب توك احيانا. يعني هو بعتها امبارح في البيب توك عادي. اوكي، خلينا نكمل ونشوف بقى القصه بتاعتنا رايحه فين وجايه منين. انا طبعا فتحت التريدات اللي هو باعتها. رقم واحد، خلينا نركز بقى كده، يلا بينا. رقم واحد، انا بفتح التريده اللي هو باعتها، وابدا اشوف بالنسبه لي ايه هو زوج العمله اللي هو بيقول عليه. اوكي، زوج العمله اللي بيتكلم عليه. انا عندي في 3 خطوات مهمه جدا اول ما بفتح التشارت. وايه هم ال3 خطوات؟ رقم واحد، بشوف ايه هي العمله. رقم اتنين، التايم فريم بتاعي. رقم ثلاثة، البروكر اللي هو فاتح عليه التشارت عشان اختلاف الاسعار. والكلام ده خد بالك ان انت بتفتح الكلام ده على التريدنج فيو، ولما تحب تعرف السعر ده يتماشى مع البروكر اللي انت شغال عليه على تليفونك ازاي، هتجيبه بالقياس. وهنشوف مع بعض ان شاء الله الكلام ده دلوقتي ازاي. بص يا سيدي، ده الدولار الامريكان الامريكي مع يعني اليو اس دي جي بي واي. يبقى انا باجي على التريدنج فيو كده، واكتب هنا يو اس دي جي بي واي. اوكي، اختار اي مين فيهم. تعالى واحده واحده وماشيين الموضوع مع بعض واحده واحده. هنا هو كاتب لك على تايم فريم 4 ساعات، والبروكر اللي هو شغال عليه اسمه اف اكس سي ام. يبقى انا هختار نفس الفكره بالظبط، اللي هو اول واحد اف اكس سي ام. اوكي. في نفس الوقت هنا بختار ال4 ساعات. يبقى انا كده سطبت الدنيا وعملت سيت اب للدنيا بتاعتي اليو اس دي جي بي واي على اف اكس سي ام مع ال4 ساعات. اوكي. بص يا سيدي، لو انت هتبدا تشتغل وراه مباشره، يعني لو انت عايز تبدا تشتغل وراه مباشره اول ما هو خلص شغل يعني. تعالى مثلا نجيبها بالساعه كده علشان تعرف هو بدأ منين يعني. تمام؟ هتجيب من هنا كده وتجيب الفيرتيكال لاين، وهو كان الساعة 1:30. 1:30 يعني 13 ونص، صح؟ 8. هو يوم 13 أصلا. الساعة 9 10 11 يعني تقريبا دي. ولو عايزينها أكتر نجيب نص ساعة.
اه بالظبط كده يا شباب. يعني مثلا تعال نقول ان هو كان الساعه 1:30 على ما خلص التريدات وبقى وبتاع. خلينا نخليها الساعه 2. اه حلو كده ماشي. يبقى انت كده بس انا خليتك ايه ان صغرت التايم فريم عشان اجيب اللاين بتاعي، اشوف انا التريده بتاعتي انا بدات شغل منين معايا يعني. اوكي بس اهو. يبقى انا عارف نفسي ان انا بدات شغل مع الشمعه دي، رقم واحد. رقم اتنين، انا هعمل سيت اب للتريده ازاي؟ بص يا سيدي، شايف العلامه دي اهو؟ العلامه دي اهي. هتضغط عليها على المثلث الصغير ده، هيحصل عندك حاجتين، لونج بوزيشن وشورت بوزيشن. طيب انا لو التريد عندي باي هاخد لونج بوزيشن، لو التريد ده سيل هاخد شورت بوزيشن. طيب احنا التريد عندنا ايه؟ سيل، يبقى هاخد شورت بوزيشن واضغط عليه واضغط في اي مكان في الشاشه عادي كده. تمام اهو كده. بص يا سيدي، دي رقم واحد. لو الدنيا دي خلينا ناخدها خطوه خطوه كده، لو دي واضحه اكتبوا لي رقم واحد بسرعه بسرعه كده عشان نبدا ناخد الخطوات واحده واحده. احنا عملنا حاجتين بس كده عشان نظبطهم مع بعض واحده واحده. تمام جدا. خلينا نكمل. شباب بصوا، انا عارف ان في ناس بيبقى عارفه الخطوات دي وبيبقى احيانا بيجي لها زي ملل من فكره الكلام في الخطوات دي، بس افتكر ان الفكره كلها ان في ناس هي ما تعرفش الحاجات دي، فاحنا بنعيد عليها بس للناس يعني. اوكي، فنكون نستحمل بعض. بعد كده بضغط هنا كده وابدا اجي على علامه السيتنج كده واضغط عليها. تمام. طيب كل اللي انا عايز اعمله، خد بالك بقى من ثلاث حاجات عشان تبدا تظبط الرسمه دي لوحدها على طول. انت عندك هنا حاجه اسمها ادي انتربرايز، وعندك البروفيت ليفل اهو اللي هو فيه كلمه برايس هنا دي كده. تمام. وعندك الستوب ليفل اللي هو الستوب لوس برضو اللي هو مكتوب كلمه برايس. طيب هعمل ايه بالكلام ده؟ كل اللي انت هتعمله هتدخل ارقام هنا هيروح قاري الشارت لوحده. يعني هنا ده الانتربرايز، يبقى انا بشوف التريده بتاعتي هنا ايه. الانتربرايز بتاعي اهو اللي هو الخط الفاصل بين اللونين اللي احنا قلنا عليه اللي هو 134.72. 134.074. تمام. 134.072 مش 74. تمام. تعال نشوف الحاجه اللي بعدها وهي الستوب لوس. الستوب لوس بتاعنا اتفقنا ان هو اخر المنطقه الحمراء اللي فوق اللي هو 134.562. اجي عند الستوب ليفل هنا 134.562، ده الستوب ليفل. واجي عند البروفيت بتاعي اللي هو اخر المنطقه الخضراء 131.55. 131.055 بس كده اهو. ودي اوكي. بس اديك سطبت تريده، عملت سيت اب للتريده بتاعت اليكس بس كده. تمام. انت كده عملت السيت اب بتاعها، جهزتها لانك انت تبدا ايه؟ تبدا تشتغل. تمام. ده هنا. طيب احنا دلوقتي لو انت عايز ترسم بقى خط الترند، هو كده كده هو لما بيجي لك الانتربرايز هو بيبقى مستني يكسر السعر اللي هو مديهولك يعني. تمام. عايز تبدا ترسم خط الترند برضه للتوضيح بالنسبه لك، بترسمه زي ما هو رسمه بالظبط. تمام. يعني هو جايبه من اخر الشمعه كده اهو كده. يعني تقريبا
تقريبا يعني. تمام. اوكي. طيب لو انت عايز تسهل الموضوع اكتر، لو انت عايز تسهل الموضوع اكتر، هو ما بيدي لك الانتربرايز، هو بيتكلم او الشكل ده هو عايز يتكلم يقول لك ايه؟ ان لما يكسر منطقه السعر اللي هنا. تمام. طيب ممكن تسهل على نفسك الموضوع برضو بشكل اسهل تاني لو انت حابب تسهله اكتر. يعني هتعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هنا في انتربرايز اهو اللي هو ده، صح؟ هتاخده كده وتروح جايب هوريزونتال لاين اللي هو الخط المايل على الشاشه كده، وتحطه كده، وتيجي وتروح حط الخط بتاعك ده. برضو بيسهل معاك الموضوع بشكل اكبر، بحيث ان هو ممتد معاك في خلال الشارت، تقدر تشوف معاه الدنيا ماشيه ازاي. تمام. انت هنا بدات تعمل السيت اب بتاعك عادي جدا جدا جدا. اوكي. طيب لو الدنيا دي واضحه الى الان، اكتبوا لي رقم 1 علشان نبدا نشوف التريده هناخدها ازاي. هنعيد في اكتر من حاجه دلوقتي. حلو جدا، خلينا نكمل. كده انا عملت سيت اب للتريده بتاعتي. تعال نشوف التريده اللي بعدها، وبعد كده نشوف ايه هي الشروط يعني احنا هناخد 3 4 تريدات نعملهم سيت اب مع بعض، بحيث ايدك تبقى خدت على التريده بشكل سهل جدا. وبعد كده نشوف الشكل اللي انت تقدر تشتغل بيه مع اليكس عامل ازاي. هتيجي هنا، تيجي على الحاجه الثانيه هنا، واحنا اتفقنا ان احنا بنشوف التريده بتاعتي. ده الدولار الامريكي مع الفرنك 4 ساعات برضه يو اس دي سي اتش اف. يبقى انا باجي من هنا كده، واكتب اهو يو اس دي سي اتش اف والاف اكس سي ام وال4 ساعات. تمام. تمام. طيب مش هنبدا زي ما اتفقنا. انت بتشوف ممكن تروح حط اللاين زي ما احنا قلنا كده، وتبدا تشوفه تقريبا الساعه كام، علشان تبدا تشوف يعني هو تقريبا كان في حدود الساعه دي مثلا من هنا كده. انت هتجيبها بالتقريب، هيكون يعني سهل معاك ان انت تعملها بالتقريب لو انت هتشتغل وراه مباشره. واحنا لو حبينا نعملها بالظبط، كل اللي هنعمله هنجيبه مثلا على الساعه. اوكي. علشان كل شمعة تقرا معانا بساعة، ونخليه الساعة 14. تحت قاري معاك الخط اهو، يعني الساعة 2. ده كده لو انت عايز تجيبها بالظبط. تمام. خلينا نجيب ال4 ساعات. اوكي. طيب التريدة هنا، دي التريدة سيل. انا المفروض اختار اللونج بوزيشن، اللونج ولا الشورت؟ تقول على الشات كده يا شباب. دي تريدة سيل، اختار اللونج ولا الشورت؟ ناس قالوا لونج وناس قالوا شورت. نمشي ورا مين؟ ناخد الاثنين. تمام. حلو قوي القصه دي. بص يا شباب، التريده سيل انا هختار شورت، التريده باي هختار لون. يبقى دي ايه؟ يبقى دي التريده سيل، يبقى انا هنا هختار الشورت. اوكي. يبقى اجي هنا كده واضغط عليها واختار شورت، واضغط في اي مكان عادي جدا. اوكي. وابدا هعدل على التريده بتاعتي من علامه السيتنج هنا. طيب نيجي لاول حاجه هنا، والانتربرايز بتاعي اللي هو 98، علشان انا عندي مشكله في حفظ الارقام. 98 6 5 6 5 2 6 5 2. تمام. ونيجي عند الستوب لوس اللي هو اخر المنطقه الحمراء 9 9 5 9 9 5. تمام. واجي عند البروفيت بتاعي وهو اخر المنطقه الخضراء اللي تحت، اللي هو 95 7 8 5 7 7 8 5. بس كده. بس كده اهو. لا ده حصل في لخبطه. البروفيت. تمام. للصب 8 9 9 5 8 9 9 5.
6 5 2. انا كتبت حاجه مكان حاجه. الانتربرايز قلنا كام؟ 98 6 5 2. 98 6 5 2. مش عارف ليه بقى هو بيعمل اللخبطه دي احيانا كده. البروفيت البروفيت 9 5 7 8 5. ماشي. ستوب. تمام. بس كده اهي ظبط الشباب. تمام. يبقى ده كده بالنسبه لك الايه السيتنج بتاعك اللي انت حطيته. وزي ما قلنا هنيجي ناخد الرقم ده ونيجي نجيب كده هوريزونتال لاين ونبدا نحطها بالشكل ده كده علشان تسهل علينا المكان اللي المفروض نبدا بيه. طيب تمام. ده كده انا عملت السيت اب بتاع التريده بتاعتي. تعال ناخد اخر سيت اب او نعمل سيت اب لاخر تريده ثانيه. اوكي. طيب ده النيوزيلندي مع الكندي. يبقى نيجي هنا نختار النيوزيلندي ان زد دي سي اي دي. وزي ما قلنا هو اف اكس سي ام هو معاملها واربع ساعات. طيب التريده هنا يا شباب التريده باي. المفروض لما اجي اختار اللونج بوزيشن ولا الشورت بوزيشن؟ الشباب كده تقول لي نختار اللونج ولا الشورت؟ حلو جدا جميل فعلا اللونج. يبقى كده بالنسبه لك النقطه دي بقت اوكي معاك اهو. واجي اللونج وايه احط الشكل كده. تمام. وزي ما قلنا لو حطيت اللاين يبقى تحط اللاين كده كده هيسهل عليك. يعني احنا مش هنحط اللاين دلوقتي او تعالى نحط اللاين عشان نبقى ماشيين كله في شكل واحد عشان تبقى كل حاجه لما ترجع للفيديو تبقى كل حاجه بالنسبه لك واضحه جدا 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 جدا. ادي 14 ونحاول الشارت للاربع ساعات تاني. اوكي. طيب هنا بنجيب كده زي ما اتفقنا. نشوف الانتر بتاعنا اللي هو 8 16 8 16 19. الانتر بتاعنا 8 16 19. ده الانتر برايس. الستوب لوس بتاعنا 8 14 18. الستوب لوس 8 14 18. الهدف بتاعنا 8 31 68. 8 31 68. تمام جدا.
طيب واتفقنا نيجي على اخر خطوه كده بالنسبه لنا وناخد الانتربرايز اهو. خد بالك هو كاتب لك انتربرايز والبروفيت ليفل والستوب ليفل زي ما هو يعني تمام. تيجي تجيب اللاين ده كده بحيث ان انت تسهل على نفسك. عايز ترسم الترند زي ما هو راسم عادي برضو تقدر تعمل الكلام ده زي ما احنا وضحناه. عايز تحط اللاين ده كده وتسهلها على نفسك اوكي. بس لو انت هتسالني ارسم الترند بالنسبه لك افضل. ليه افضل؟ علشان تتعود ايدك على رسمه الترند وعلى شكل الترند وعلى الدنيا بتاعته وتشوف المفروض اعمل ازاي واعمل مقياس ازاي. بمعنى تعال ناخد حاجه كده. انا دلوقتي عندي ادي ترند تمام. انا دلوقتي وده المثال اللي هناخده هنا. وليه احنا ليه اصلا بنطبق على التريدنج فيو وما بنعملش على الام تي 4 بتاعت التليفون؟ علشان الحته دي هنا في فرق في الاسعار في كل بروكر والتاني يا شباب اوكي. فالمفروض انك انت بتعمل ايه؟ بتيجي تشوف والله هو جاب الشارت الاربع ساعات تمام. طيب وهنا هو جاب على اف اكس سي ام ده البروكر. احنا عاملين نفس الكلام. لما اجي ارسم الترند بنفس الشكل كده يبقى انا هاجي اجيب الترند منين؟ من الشمعه اللي هنا اهو. الشمعه دي كده من قاطعها ونازل نازل وجي عند الشمعه العاليه دي جه من نصها. فلما اجي هنا ده اللي انا المفروض اعمله فين؟ ده اللي المفروض اصلا اعمله على الام تي 4 عندي على التليفون بتاعي. يعني انا مثلا ده جه هنا كده اهو. بص كده مثلا وكان بالشكل ده تقريبا كده اوكي. يعني لو خدت بالك هتلاقي احنا جبناه ايه بالتقريب بالشكل ده تمام اهو. ده الترند. يبقى انت عودت ايدك على رسم الترند زي ما انت شايف اهو تمام. ده الترند الايه؟ الهابط ده. عودت نفسك على شكل الترند بشكل تمام. وفي نفس الوقت لما تروح انت المفروض تعمل ده على تليفونك بالتقريب. يعني انت هتعمل ده على تليفونك بالتقريب. ليه؟ لان بص كده ممكن الستوب لوس هنا. يعني ممكن الستوب اصلا ممكن يكون القرايه اللي هو قاريها على الام تي 4 عندك مثلا الستوب لوس هنا. يعني ده كده ده ممكن يكون الستوب لوس بتاعك اصلا هنا الاحمر ده. طيب ايه الفرق ما بين ده ومن ده؟ الفرق بسيط. الفرق هنا ان الستوب لوس هنا مثلا 81 14 و 8 14 18. هنا 8 13 82. يعني فرق في حوالي 2 3 بيب. ايه ده؟ طب ما هي الصفقه بتقفل احيانا على اقل من البيب او بيب بتقفل على بيب تضرب الصب على بيب. وممكن بسبب بيب ما تفتحش او ممكن بسبب بيب توصل البروفيت وترجع اوكي. فعلشان كده انت بتجيبها بالظبط علشان تحط الحاجه. لان انت النهارده لو انت بتشتغل يعني هو مدي لك الرقم من الانتربرايز مثلا دلوقتي على سبيل المثال اللي هو موجود دلوقتي 0.8 16 19. لو انت حطيت نفس الرقم على الام تي 4 عندك تلاحظ ان التريده اشتغلت وراحت ضربت الصب وهو بعد يجيب ان هي جابت هدف بتبقى هتتجنن. تحس ان بص هو انتوا مين يا عم الحاج؟ انتوا شغالين مع مين يا ابني؟ انتوا بتشغلونا احنا ازاي يا عم؟ ازاي يا هاني التريده ضربه ستوب وازاي ان هو بيقول لي كذا؟ هو بسبب الفروقات البسيطه دي اوكي. لو عمليه السيت اب بالنسبه لتريدات اليكس اوكي واضحه معاك اكتب لي رقم 7 في الشات عشان نشوف ايه هي بقى ازاي اتعامل مع الصفقه بتاعته في تنفيذها بالظبط. يعني ايه يا محمد حسن تعمل التريدنج فيو على الام تي 4؟ ما هي الام تي 4 مش عليها تريدنج فيو. ده التريدنج فيو ده ابلكيشن خاص لوحدها. انت كده كده محتاج ان انت ترسم الحاجات دي على تريدنج فيو وتجيبها بالتقريب على الام تي 4 زي ما احنا عملنا مثلا في خط الترند الاخير. لو عايز تنفذ ده على الام تي 4 على طول اعمل ده. يعني انت عايز تنفذ ده تجيب الكلام ده وتجيب اللاينز دي وترسم الترند وترسم الهوريزونتال لاين بالنسبه لك. يعني انت بص ممكن عايز تعمل ده اعمل ايه المشكله؟ يعني انت يا شباب ممكن تعمل ايه؟ بص
ممكن تروح حط اللاين الفيرتيكال لاين بالنسبه لك اول ما الشرط يبدا من هنا مثلا، تمام، وتجيب الهوريزونتال لاين وتبدا طالما انت ظبطتها، تعال نقول ان هي كانت من هنا، خلاص يبقى انت حطيت لنفسك ان هو بدا من هنا، وده الخط اللي هي خط السعر من الانتربرايز بالنسبه لي. والله لو كسروا وحقق الشروط ده هاخد الكلام ده ماشي، بس انت لازم تعمل هنا على التريدنج فيو بنفس البروكر اللي هو شغال عليه عشان تطلع منطقه الدخول صح ومنطقه الخروج صح، منطقه الانتربرايز والستوب لوس صح. البروفيت كده كده كبير، بسم الله ما شاء الله، اعمل فيه اللي انت عايزه يعني. واضحه دي؟ لو واضحه دي كده يا محمد حسن اكد انت عليا واكتب لي واحد. اوكي جدا. طيب تعال نشوف بقى ايه التريده دي. بصوا يا شباب، التريده دي يعني خير مثال. اليكس ركز معايا، اليكس بيشتغل دعم ومقاومه وترندات، يعني واكتر شغله ترندات. ثانيه واحده يا شباب، يعني ايه؟ تمام يا شباب، يبقى اليكس بيشتغل دعم ومقاومه وترندات، ده شغل اليكس ترند. اوكي، يعني زي ما انت شايف هو بيروح جاي راسم خط الترند ويشوف السعر لما يكسر هيبدا ياخد السعر بتاعه. اوكي، هنا احنا اتفقنا ان انا بادئ من الشمعه دي علشان ابدا اشوف الاكشن اللي المفروض يحصل من بعدها عشان انا ابقى متابع. وحلاوه الترند فيو كمان محمد حسن على فكره، انك حتى لو انت قفلت الكلام ده، يعني لو انا قفلت ولغيت كل الكلام ده وجيت افتح على نفس الشارت على زوج العمله بيجيب لي نفس السيت اب اللي انا كنت حاطه، فده بيسهل عليك اكتر من الام تي 4 يعني. بص يا شباب، التريده سواء باي او سيل، سواء باي او سيل، هو بيقول لك هتشتغل على حاجه من اتنين، يا كسر واغلاق كسر واغلاق، تمام، اللي هو الشمعه دي كده، او اعاده اختبار. على الشمعه دي. اهو بص يا سيدي، يعني ايه كسر واغلاق؟ هنا لما تيجي تاخد بالك من الشمعه دي، هو هنا كسر وقفل، بس على شمعه الاربع ساعات الشباب، كسر وقفل تحت اللاين، كسر وقفل تحت اللاين. اوكي، طيب هو هنا بيقول لك والله انت حابب تشتغل على الكسر والاغلاق. كسر واغلاق يعني ايه؟ زي ما احنا اتفقنا، تعال نشوف كده. دي كده دي شمعه، الاخضر ده اسمه جسم الشمعه، الخطوط اللي طالعه منه دي هنا ده اسمه ديل الشمعه. فعمليه الكسر والاغلاق لا يعتد بيه ولا يتاخد بيه في حاجه كانها ملهاش قيمه. اوكي، الاحمر في الكسر والاغلاق مثلا في السل اهو نفس الكلام، الجزء الاحمر ده هو ده ده اسمه جسم الشمعه اللي انا باخد شغل عليه. الديل ده اسمه ديل، خلاص انا ما بعتبروش في عمليه الكسر والاغلاق، تمام. طيب تعال نقول ده اللاين بتاعه اهو، لو احنا هنتكلم من اول الجزء ده مثلا من هنا كده. اوكي، هنا قال لك لو حصل كسر واغلاق ابدا مثلا خد باي، يبقى انا دي افضل طالع اجي دي ده كسر واغلق. يعني ايه كسر واغلق؟ كسر يعني طلع فوق الخط وجسم الشمعه
خلص وقفل على فوق الخط وبدات شمعه جديده. يعني الكسر والاغلاق مش اثناء ما الشمعه شغاله، مش اثناء ما الكندل شغاله، لا، ده بعد ما خلصت، هي خلصت خلاص، يعني خلاص شكرا دي اشتغل قفلت وراحت بادئه دي. ده اسمه كده كسر واغلاق في عمليه الايه؟ الباي. لو واضحه دي اكتبوا لي رقم 3 بسرعه جدا عشان نشوف في عمليه السيل ايه. هنشوف كل ده يا فوزي دلوقتي، هنعيد كل ده وهناخد كل ده وهنشوف كل ده واحده واحده مع بعض يعني. اوكي، جميل جدا يا شباب، جميل. يبقى في حاله الباي في عمليه الكسر والاغلاق، انا بنتظر الشمعه اللي شغاله، بنتظر الكاندل اللي شغاله، فهنقول في الشمعه دي انا انتظرت لما هي قفلت فوق اللاين ده، بستناها لما تخلص، انا بنتظرها لا لما تخلص خالص، تمام. مجرد ما خلصت وبدات الشمعه اللي بعدها اقدر اقول كسر واغلاق، اقدر اقول كسر واغلاق، تمام. طيب في حاله السل كسر واغلاق برضو، تعال نشوف المثال. هنا تعال نقول ان هو جه هنا قال لك ايه؟ قال لك والله في حاله الكسر والاغلاق في السل، يعني في عمليه البيع، ادخل مثلا ماركت. فانا جيت عند الشمعه دي استنيت لما قفلت، ايه ده هي كسرت بديل قد ايه؟ ديل كبير، ورجعت ردت قفلت على اللاين، يعني قفلت يعتبر على الخط. هل دي قويه ان انا اعتد بيها؟ لا، يبقى دي مش مؤكده، غلط. استنى اللي بعدها. طب دي كسرت وفي جزء منها تحت وبس هي قفلت فوق، يبقى لا يعتد بها. طب دي ده لوبها لمست اللاين وطلع وقفلت فوق الخط، مش ما قفلتش تحت، لا يعتد بها. طب دي كسرت اللاين بس طلعت قفلت فوق، لا يعتد بيها. دي بقى ايه الجمال ده؟ ده نزل، بص عملت ايه؟ راحت نازله، عامله ايه يا شباب؟ راحت نازله 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 وراحت قافله فين؟ راحت قافله تحت اللاين بتاعي، تمام. دي كده خد بالك، لو انت شايف جسم شمعه زي كده، كل ما كان جسم الشمعه قافل تحت في عمليه السل كبير او في عمليه الباي كبير، كل ما كانت مؤكده اكتر. اوكي. طب لو انت كنت دخلت الماركت مثلا، كنت هتدخل طبعا الماركت هيكون بدأ معاك من هنا كده، هتروح داخل الماركت بتاعك. لو انت كنت مثلا دخلت الماركت بتاعك، هتلاقي نفسك كنت عملت عدد عملت الايه؟ التارجت بتاعك، عملت لك بسم الله الرحمن الرحيم 60 بيب بس كده. بص يعني ايه؟ بص حاجه شمعه بسيطه اهي عملت لك فيها 60 بيب، متخيل؟ بس انت اكدت، تمام. طيب لو افترضنا ان في شخص راح جاي بقى، الناس الاذكياء الجمال جدا حبايبنا، راح جاي ايه بقى؟ عمل ايه؟ لمجرد ما الشمعه دي مثلا قفلت كده، قال لك دي كده قويه جدا، دي كده خلاص كسر وقفل، وراح داخل من هنا. فلما يجي يدخل من هنا طبعا هيكون السعر بدأ من تحت من هنا، فيبدأ يطلع يطلع، ويبدأ الثانيه مستني بقى يطلع يطلع، يروح ضرب ستوب، يقعد يعيط على عينه، ده ضربت الستوب. طب ليه ضربت الستوب؟ عشان انت ما انتظرتهاش اصلا. يبقى انا بنتظر لما عمليه التاكيد تعمل كامله، عمليه الاغلاق، كلمه كسر واغلاق. يعني في عمليه الباي جسم الشمعه يقفل فوق الخط، بص بجسم كبير بجزء كافي. في عمليه السل جسم الشمعه الحمراء يقفل تحت، تمام كده. ده في عمليه الايه؟ الباي والسل. هي دي فكره كسر واغلاق. اوكي، لو واضحه دي اكتبوا لي رقم 1 في الشات سريعا. فينك يا روماني النهارده؟ انا مش عايز اقول انك ما كتبتش، انا طبعا مش هرضى اقول الكلام ده، انت عارف انا بقول بيني وبينك بس يعني. انا ما سمعتش غير الناس الموجوده بس، او اللي هيسمع الفيديو يعني. اوكي ماشي تمام. يبقى دي عمليه الكسر والاغلاق يا شباب، الاغلاق. بص، في عمليه الكسر والاغلاق هل انا ممكن ادخل؟
يعني انا ممكن ادخل تمام. بص كده، لو احنا قلنا ان شخص هنا في الشمعه دي، اصلا الشمعه دي اهو، هو قفل تحت الخط. يعني هو لو خدت بالك، بص قفل تحت الخط بايه؟ بص كده. طبعا هو المسافه مش كبيره، انا عامل لك الخط ظاهر عليه كده علشان الايه؟ علشان يبان. هو عمل ايه؟ عمل هنا كسر واغلاق. اوكي. هنا هو خليني اقول لك ان ده كسر واغلاق مش قوي. يعني كل ما كان ال الاغلاق مش كافي تحت ديل الشمعه، مش قوي. يعني لو ده ده اغلاق في السل حلو قوي، ده اغلاق في السل حلو قوي، ده حلو يعني معقول في الباي، ده معقول جدا بص، ده عبقري في الباي. يعني لو قفل ده نفس الفكره، ايه الجمال ده؟ يخرب بيت كده من الجمال. ده نفس الكلام في الباي، ده نفس الموضوع في الباي. اغلاق جميل جدا. تمام. طيب لو افترضنا ان كان شخص راح داخل هنا وهنا، في شخصين بيدخلوا للماركت يا شباب. اوكي. او في 3 اشخاص. في شخص مستعجل هيدخل في المكان ده، هيدخل في المكان ده. طيب لو دخل في المكان ده، لو ما نفذش الاستراتيجيه اللي احنا قلنا عليها في الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، هو خسر. وانت مغمض عينك كده، حط ايدك على عينك وقول له ان هو خسر. ليه؟ ايه هي الاستراتيجيه اللي قلنا عليها؟ 10 بيبس ويطلع بنص البروفيت. ال10 الثانيه هتامن بريك ايفن، او هتشغل الترينج ستوب، او هتحرك الستوب بايدك. طيب تعال شوف كده، لو هو كان دخل من هنا اهو، ادي بدأ من هنا 44 باب. يعني ايه 44 باب؟ يعني لو هو نفذ اللي احنا قلنا عليه واتفقنا عليه الاستراتيجيه بتاعتنا، كان حصل ايه يا شباب؟ طلع ب 10 باب. ادي اول حاجه. طب النص البروفيت الثاني لسه شغال، احنا قلنا هيحرك التريننج كل 20 باب صح؟ او 10 مثلا. لو هتشغلها سوينج، لا خليها ايه، يعني من بدايه من 20. يعني لو هتشغل سوينج، طيب معناها لو كان شغل التريننج ستوب على 20 باب، معناها ان الستوب اتحرك مع ورا السعر. معناها هو طلع التريده دي هتقفل بريك ايفن التريده الثانيه على مكسب 24 بيب. يبقى هو طلع توتال كسبان كام يا شباب؟ توتالي كده كسبان 34 بيب. طيب لو واحد بقى قال لك انا يا عم ده اليكس تريداته جباره يا عم، ده اصل اليكس ده أو والدته او ابوه هو صاحب الفوركس يا شباب. ابوه هو صاحب سوق الفوركس. فالراجل ده بصراحه تريداته حلوه جدا، فانا هدخل معاه ومش هعمل هو كلام. لا، انت كده بتالف. انت كده شخص بتالف. ليه بقى؟ لان لو ما عملتش الكلام ده، بص ادي السعر رد 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 قفل فوق، فانت هتموت بقى. هي لسه ما ضربتش ستوب هنا، فانت هتموت. فراح نازل السعر. طيب السعر جه هنا لما رد معاك مثلا، لما السعر رد معاك وجه من هنا، يعني 14 بيب او 13 بيب، تخرج. ما هو لا، ما هو قال لك طالما هي السعر ده نزل هنا ودي نزلت كده، فاكيد هيكمل. راح السعر تك خبط طالع فوق، ضرب ستوب، خسره. ده كده عشان شخص بيألف. ده عشان شخص بيألف. يبقى رقم واحد هو شخص عجول، دخل ومرحله الكسر والاغلاق مش قويه، وده الشخص رقم واحد. وهنا هنا الموضوع بيكون ريسكي اكتر، يعني في خطوره اعلى. اوكي. لو الجزئيه دي واضحه الى الان، اكتبوا لي رقم 2 عشان نكمل اللي بعده. خلاص يا شباب، ماشي. الرقم اللي جاي، كل ما استنيت جسم، انا هشرح لك الثلاثه محمد يا حسن. انا هشرح الثلاثه، وانت حسب اختار اللي يعجبك. طيب المفروض الصح تعمل ايه بقى؟ لو انتوا عايزين بقى رايي، احنا عندنا برضو من ضمن الاستراتيجيه بتاعتنا يا شباب، عندنا نقطة مهمة جدا وقاعدة مهمة جدا اللي احنا بنقولها دي. شوية قواعد لازم تكون دايما كاتبها. القاعدة من ضمن القواعد اللي اتفقنا عليها النهارده بفكرة تحجيز حجز ربح، جزء من الربح واغلاقه وتأمين الباقي والكلام ده.
اكتب برضو دي حاجه قويه عندك يعني. تمام، ان انت بتحط استراتيجيه خاصه بيك بنفسك. يعني انت عايز تدخل في حاله الريسك جدا ولا الريسك بس ولا الفري ريسك. تمام، فدي حاجه انت محتاج تحطها وتشوفها لنفسك. يعني انت هتظبط الكلام ده بنفسك يعني. انا هوضح لك الثلاثه حسب شخصيتك اختار. والقاعده اللي انا عايز اكمل لكم عليها القاعده الثانيه، ان لو انت اتعلمت طريقه تداول ورا اديكيتور او اي سكانر او اي ابلكيشن او اي حد في الاكاديميه، لازم تروح تطبق الكلام ده على الديمو على الاقل اسبوع. ده الصح جدا، ده الصح منه، ده الصح منه. عملت غير كده دي بتاعتك انت. انا معلش ان انا بدي لك كل الايه، الحاجه اللي ممكن تخليك تعمل حاجه، لكن اكيد مش هقدر اجي اقعد على ايدك انك تعمل ايه وما تعملش ايه. وكده كده لو اي حاجه مش واضحه معاكم ابعتوا لي يعني. تمام. خلينا نكمل. يبقى دي الطريقه الاولى في عمليه الايه، الكسر فقط. تمام. طيب في عمليه الاغلاق، في عمليه الاغلاق ممكن تعمل ايه؟ لو الاغلاق قوي خلاص انت هتدخل، وده هنا يعني نص ريسكي شويه. يعني الاولى اللي هو الاغلاق مش قوي، ده ريسكي جدا. لو الريسك اقل اوكي ممكن تدخل في حاله الاغلاق لو الكسر كبير، لو وهو قافل، لو قافل تحت بجسم كبير يعني بجسم كافي، ممكن تدخل، بس لازم تطبق الحاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب الدخول الاقوى، الدخول الاقوى هو ايه؟ ان بدخل في حاله ودي الحاله الثالثه، ان بدخل في حاله الريتست او اعاده الاختبار. ايه فكره اعاده الاختبار وايه فكره الترند؟ هو القصه وما فيها بقول لك ان ده ترند اوكي، مرسوم الترند. هو هنا جسم الشمعة كسر، ممكن ده يكون كسر كاذب اوكي، فبيخدعك فيضرب اسطوبات ليك عشان تدخل انت سل. تمام. فانما اعاده الاختبار هو بيقول لك فكره اعاده الاختبار ان هو بياكد ان خلاص الترند الهابط، الترند الصاعد اتكسر وهيتحول الترند ليه هابط. هي دي فكره اعاده الاختبار. هي عارف اللي هو ايه؟ قول اجابه. يعني انا بسالك سؤال فانت مش يعني اجابته مش قويه عندك، انما لو قويه هتقول كذا على طول. هو ده فكره اعاده الاختبار، هي قوه اتخاذ القرار اوكي. يعني فيها قوه بس ما فيهاش ضمان، هي فيها قوه في دخول التريده مش ضمان لدخول التريده اوكي. يعني مش واحد يقول ضمان فانا ادخل بريسك عالي لا طبعا. يعني انت بتتكلم هنا ان ده ستوب اصلا 65 حوالي 50 بيب، 50 بيب. انت متخيل؟ فلو انت داخل مثلا ب 1 دولار ب 0.10 وضربت ستوب مثلا، فانت بتتكلم لو قيمه النقطه كامله فانت بتتكلم في 100 دولار، في 50 دولار. حسابك بقى كان لو حسابك في 1000 دولار وضربت الصفقه بالشكل ده وانت داخلها كده، انت خسرت 5% من حسابك. يبقى لازم برضو تبص لفكره الستوب كام عشان تدخل التريده صح. تمام. طيب انت النهارده بتتكلم يا شباب في ان هو عنده، هو بيبعت لك حوالي مثلا 10 تريدات، 15 تريده، 20 تريده. يا عم ده انت لو 3 4 تريدات تفعله بس. يعني اعتبر، بص كده، اعتبر ان انت ما دخلتش كل ده، اعتبر ان انت ما دخلتش كل ده ودخلت اثنين بس. يعني اعتبر انك دخلت اثنين مثلا، دخلت الايو كاد والايو دي الايو دي ين، ادي 100 و100 و150 250 بيب بس. هي الفكره، هي دي القصه يا شباب، ان انت مش بالشرط ان ممكن كله يكون اشتغل. يا عم انت قول مش هدخل غير التريده المؤكده بالنسبه لي. ما هي انت متخيل دي عدد تريدات يا شباب اهو، شوف عدد البيبس عامل ازاي. ده انت تريده واحده خلاص جابت لك الهدف بتاعك وشكرا يعني. تمام. يبقى الدخول الاقوى في ان انا بستنى عمليه الريتست. تمام. طيب اجي هنا التريد زي دي وانا مغمض كده، لا دي تريده لسه ما حققتش، بروح ناقل هنا على المكان ده، لا برضو دي والله تريده لسه ما حققتش. ليه؟ لان السعر لسه ما راحش فوق ووصل للمكان بتاعه ان هو يقدر يحقق السعر بتاعه. تمام. طيب تعالى ندي مثال كده بسيط تاني على فكره ان ندخل في حاله الريسك يعني. تمام.
لو قلنا ان واحد ان التريده دي باي برضو، تمام. تعالوا نقول ان التريده دي باي اهو. تعالوا نقول ان هي باي من هنا. اوكي، دي باي. فدي لو خدت بالك من الشمعه الملكندل دي، هي حققت الشرط صح؟ هي قفلت فوق. احنا قلنا ان في 3 بيدخلوا، يا اما بيدخل وهي الشمعه حتى لو لمسه اللاين او فوقه بحاجه بسيطه، ده رقم واحد، وده هاي ريسك، تمام. وفي ريسك بس لو جسم الشمعه بجسم قوي، بجسم حلو او بجزء حلو قفل فوق الشرط، فده تاكيد حلو جدا. وفي شخص بيدخل في منطقه امان الامان وهي عمليه الريتست. لو احنا لو خدت بالك في التريده هنا، اللي نجا من التريده دي هو الشخص اللي دخل في امان الامان، اللي هو الشخص رقم 3، اللي هو استنى الريتست. ادي الشمعه قفلت فوق، لكن لما استنى الشمعه اللي بعدها يشوف هل هي هتقفل ولا لا، طلع الشمعه، بص كده، نزلت الشمعه بعدها، نزلت ايه، طلعت شويه، طلعت من هنا، طلعت لفوق شويه وراحت نازله تاني. يعني بص هي خدعتك اهي، يعني دي شمعه خادعه اصلا، تمام. بص طلعت ايه، ما قدرتش تكسر الترند زي ما انت شايف، لمسته اهو، وراحت نازله فين؟ راحت نازله قافله تحت، وراحت واخده ايه، الزحليقه لتحت. لو انت ما كنتش انتظرت الريتست، كان زمانها ضربه اسطب، تمام. هي دي فكره قوه الريتست يا شباب، ودي من احسن الحاجات اللي انت ممكن تعتمد عليها في عمليه الريتست. هي دي صفقه اليكس ببساطه خالص. لو انت، هي الفكره وما فيها انك انت لو عملت السيت اب بتاعه زي ما احنا عملناها بالسهوله اللي انت شفتها دي، اوكي، ونفذتها عندك على الام تي 4 بشكل صح، وبتفهم هي فكره ايه، هي فكره تنفيذ الصفقه فقط، هي عمليه كسر واغلاق بس. يعني كل اللي انت محتاج تفهمه في صفقه اليكس كسر واغلاق وريتست بس كده، تمام. لا واضحه دي يا شباب، اكتبوا لنا رقم 17 عشان في حد بيقول ان هو عيد ميلاده او عيد ميلادها وهي عايزه تتفائل بالرقم ده، فاكتبوا لنا 17. الناس كتبت لك 17. واضحه كده يا شباب تريدة اليكس؟ فيها اي حاجه، فيها اي سؤال؟ رامي نفس القصه، بدي لك نفس التريدة بالظبط، هترسمها هتحطها نفس الفكره بالظبط زي ما هو مديها يعني. لو واضحه اكتبوا لي رقم 7، واللي مش واضحه يقول لي ايه الجزئيه اللي مش واضحه عشان نعيدها تاني. اللي واضح بالنسبه لي يكتب رقم 7، اللي مش واضحه يقول لي ايه اللي مش واضح بالظبط عشان اعيده تاني قبل ما نقفل الميتنج بتاعنا النهارده. مش فاهم يعني ايه نشوف على التطبيق الواضح؟ يعني لما تطبقي، يعني لما تروحي تطبقي. نتكلم يا احمد بس مش النهارده، ما ينفعش نتكلم كل ده في ميتنج واحد، لان السوب كوين سهله جدا. انا عم شرحها على اليوتيوب بس هنشرحها تاني ان شاء الله على الاربع ساعات يا محمد حسن. وعلى فكره ممكن تجربها على الساعه برضه، يعني انت هترسم الرسومات بتاعتك كلها على الاربع ساعات عادي، بس ممكن تجرب موضوع القفل الاغلاق والريتست ده على موضوع الساعه، بس جربها على الديمو الاول. يعني حاول تجربها على الديمو الاول على موضوع الساعه. احنا شباب بص الاسبوع ده ان شاء الله يعني ان شاء الله الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي، بص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل السكانرز اللي احنا متاحه اللي احنا ممكن نشتغل بيها هتكون مشروحه لكم، كل الانديكيتورز اللي ممكن نشتغل معاها هتكون مشروحه لكم، الابلكيشنز كده كده سهله ومشروحه موجوده عندك على اليوتيوب، فسواء اي ام بليز، جولد كاب، ستدي، اي ام فولوز، كل الكلام ده موجود على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا له، هو سهل الموضوع فيه بسيط مش محتاج يعني. بس هو في نقطه بس في التريدت، في تريدت كيم اللي هي اسمها فوركس تشيك، ده كيم، ده اسم كيم على جولد كاب في اليو اس 30، اليو اس 30. فهتروح تاخد بالك دايما هي بتشتغل على كسر واغلاق برضو، خد بالك كيم، يعني كيم ما بتدي لك تريده دايما وابدا برضو بكسر واغلاق على الانتري اللي هو مديهولك على بس على ربع ساعه. فهنشرح السوب كوين كده كده ان شاء الله، يعني الاسبوع ده الاسبوع الجاي بالكتير يعني ان شاء الله. لا انا كده كده بكمل اللي يحضر دي بتاعته هو،
يعني اللي يحضر او اللي ما يحضرش كل واحد دي حريته، وكل واحد عارف مصلحته فين. انا اللي عليا ان انا حاجه بقدمها للي موجود. لو واحد بس حضر هدخل اديله المفروض الميتنج اللي المفروض كنت اعمله. ما حصل الاسبوع اللي فات، بس دخلت عملته. دخلت عملت الميتنج وقفلت على اللي موجود بس. يعني انا الاسبوع اللي فات لما الناس ما دخلتش انا دخلت عملت الميتنج فعليا. وكان وعلى فكره اصلا الميتنج كان على الترند والدعم والمقاومه يعني، والقمم والقاعين والحاجات دي. فانا عملت ميتنج بس انا قفلت الزوم على الناس الموجوده بس. يعني اول ما عدى تلت ساعه من الميتنج الناس ما حضرتش، رحت قافل الزوم على الموجود بس. وكانوا عدد قليل جدا، وشرحت لهم الموضوع وطلعوا الحمد لله فاهمين الدنيا فيها ايه يعني. تمام. ففكره اللي يحضر انا كده كده اوكي تمام، انت حضرت حلو. فانا كده كده يعني بدخل الموجود ماليش علاقه بمين موجود ومش موجود، انا كده كده هدخل اعمل اللي المفروض يتعمل. اوكي. طب ده فكره اليكس يا شباب دي بصوره خالص. وزي ما قلنا رامي هتكون شغال معاه ايه بنفس القصه وبنفس الايه الشكل. تمام. طيب خلينا نقفل كده ونلم اليوم بتاعنا. تمام. بكره ان شاء الله هيكون في برضه تدريب الساعه 9 مساء توقيت مصر. وغالبا هيكون حد تاني غيري اللي هيكون معاكم عشان نبدا نتشارك كلنا مع بعض. وهبلغكم مين اللي هيكون معاكم النهارده على قناه المتابعه بتاعتنا مع بعض. وكمان هنبلغكم باللي هيتم شرحه بكره عشان تجهزوا نفسكم ليه برضه. اوكي. ولو اي حد فيكم بيعرف يشتغل على حاجه معينه بلغني بيها عشان ادخل معاك ميتنج اشوف بتشتغل عليها بشكل عامل ازاي، عشان نبسطها مع بعض. وانت اللي تدخل تشرحها للناس تبدا توضحها للناس ايا كان. لو انت لسه بادئ بكره، مش هقول لك امبارح بقى، لا لو لسه بادئ بكره، طالما عندك معلومه تقدر تفيد بها الناس كلمني عشان نقدر نفيد بيها اكبر عدد من الناس الموجوده. خلينا نلخص الكلام اللي احنا قلناه النهارده. رقم واحد ان انت اول ما تبدا تدخل تريدنج يا شباب لازم تدخل على الفوركس فاكتوري، وشفنا الكلام ده كله. لو هتدور على الاندكسات هتبعد على الاندكسات وقت فتح السوق الامريكي. تمام. رقم ثلاثة هتحافظ على اداره راس مالك بشكل قوي جدا جدا جدا. تمام. رقم أربعة إن لو أنت بتتعلم أول مرة تتعلم طريقة شغل حد إديكيتور سكانر أبلكيشن لازم تطبقها على حسابك التجريبي الأول مش أقل من أسبوع، وده الصح منه وده الأفضل عشان تعرف تشتغل عليه. تمام. فكرة والحاجه المهمه جدا ان انت لازم تكون بتشتغل باستراتيجيه. يعني ده انا شايف ان دي الافضل، لكن لو انت عندك استراتيجيه اشتغلت بيها وجربت بيها احسن كمل بيها عادي جدا. وهي فكره ان انت هتيجي بعد نص البروفيت، يعني بعد 10 نقاط تقفل نص اللوت سايز بتاعك اللي هو الاغراق الجزئي، وكمان تكمل بالجزء الباقي حسب ما انت عايز، بس بتامنه برضه وتحط ستوب على الدخول عشان بريك ايفن، وتبدا تشغل الترينج ستوب. ولو هتشتغل سوينج يعني انا شايف انه ما يكونش اقل من 20 بيب بين في الترينج ستوب او في تحريك للصوب لو يدوي. تمام. لو انت بتشتغل من على التليفون هتحرك للصوب 20 كل 20 نقطه يدوي احسن يعني لو هتشتغلها سوينج. تمام. مش عايز تبدا تحرك وتعمل وتوجع في دماغك. انت هتدخل التريده هتقسم الاثنين يعني انت بتدخل التريده ريسك 1%. تمام. هتدخل التريده على مرتين، نفس التريده بنفس الانتري وكل حاجه ونفس الستوب بس الهدف مختلف. هتدخل كل تريده بريسك 5%، بنص في المية، اسف نص في المية، اللي هي لو زي ما قلنا مثال في الاول لو التريده المفروض تدخلها ب $1 هتدخل دي بنص دولار 0.5 والثانيه 0.5. اوكي. واحده هتحط الانتري واحد لدي ولدي والستوب واحد لدي ودي، لكن واحده منهم هتحط الهدف بعد 10 نقاط. الثانيه مجرد ما الاولى تضرب الهدف هتروح الثانيه كده كده هتلاقيها شغاله طبيعي، بس انت حاطط الهدف بتاعها الاخير، فهتروح مأمنها بريك ايفن عشان لو رجعت تطلع انت من السوق مش خسران تطلع كسبان، كملت يبقى خير وبركه. اوكي. اليكس بالنسبه لنا بيشتغل على تايم الاربع ساعات. ممكن تجرب ترسم الرسومات وتعمل السيت اب بتاعك على 4 ساعات، لكن عادي ممكن تجرب على الديمو عندك فكره الاغلاق الكسر والاغلاق والريتست على الساعه عادي جدا تجربها. احيانا بتجيب يعني، بس حاول تجربها الاول. اليكس بيشتغل زي ما اتفقنا هو عمليه كسر واغلاق فقط كسر واغلاق وريتست. اوكي. اللي انت عندك في 3 بيشتغلوا مع اليكس. الهاي ريسك جدا وهو الشخص اللي بيستنى اللي هو الكسر، والكسر ده ممكن يكون ضعيف زي ما احنا وضحناه، وده هاي ريسك جدا.
الشخص الريسك اللي هو عمليه الكسر، والكسر بتكون كويس، يعني قيمه الشمعه او جسم الشمعه اللي كسر سواء في البايو سيل كاسر بجسم كويس جدا، وده ريسكي عادي. اما يعتبر اللي اقلهم، يعني مش هقول لك فري ريسك بقى، اللي هو اقلهم في عمليه الريسك، اللي هو اقل واحد خطوره، اقل درجه من درجات الخطوره، هي فكره الكسر والاغلاق والريتست، ان انت تعمل اعاده اختبار، وده الافضل والاحسن. هو ده ملخص الميتنج بتاعنا النهارده. لو ميتنج النهارده عجبك وانت استفدت منه وحسيت ان انت اوكي جدا جدا جدا، عايزك تكتب او تبعت قلوب كده على الشات عشان اعرف ان انت اوكي بقيت فاهم كل حاجه. كمان عايز اقول لك على حاجه، اطلع طبق اللي انا قلت عليه. كده كده الميتنج هيكون عندك النهارده ان شاء الله. اطلع طبق كل اللي احنا اتكلمنا عليه، طبق كل اللي احنا اتكلمنا عليه. اي حاجه هتقف معاك، ايا كان انت مين، ايا كان مين الابلاين اللي انت بتتواصل معاه، اكيد رقمي معاك. ايا كان مين، ابعت لي مباشره، ابعت لي سكرين شوت من اللي هيقف معاك، من اللي اتكلمنا عليه النهارده، من التطبيق بتاع النهارده. ابعت لي سكرين شوت، قول لي هاني انا ما فهمتش الحته دي، انا عايز اوضحها لك. هتلاقيني ببعت لك فويس اوضحها لك عشان توصل انك انت فاهم. انا عايزك من هنا لبكره تكون عارف تعمل السيت اب كله. اوكي، عايزك تكون عارف تعمل السيت اب كله بتاع التريدات بتاعت اليكس. تمام، هتدخل على اليكس بيرج على البيت توك، هتلاقي عنده هو باعت التريدات موجوده على البيت توك، تقدر تطبق وتشوف الحاجه بنفسك يعني. تمام، يعني حد بيقول الحمد لله جبت بروفيت كويس من اليكس النهارده. اوكي، لو اوكي انت استفدت من السيشن بتاعت النهارده، ابعت لي كده قلوب، وبلاش فاير، لا قلوب كتيره جدا 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 على الشات كده، و علشان اعرف ان انت متحمس للي جاي واستفدت من الميتنج النهارده. ماشي يا احمد، حلو القلب اللبني ده اهو بلون البروفيت. بص، هي اسمها ميرسي بالكو يعني، بس احنا عندنا في مصر بنقول ميرسي بالكوم او برسيل بالكوم عادي. اوكي، في اي حاجه كلموني، مستنيكوا. ولو في اي حاجه تقدروا تكلموني، تبعتوا لي معاكم الواتس بتاعي، تبعتوا لي في اي وقت. اوكي جدا جدا، طبقوا اي حاجه هتقف معاكم، ابعتوا لي خدها سكرين شوت وابعتها له عشان نطبق مع بعض. بكره عندنا تدريب جديد واسبوع جديد. انا بس محتاج منكم في حاجه، اتمنى ان كل ان انتوا تعملوها. عايزكم تاخدوا السكرين شوت للبتاع ده، للعنوان بتاعنا، اللي هو انت ازاي تقدر تعمل عدد من البيبس كتير، ومن بعد ما تطبق يعني من العدد من البيبس من اي ام، بعد ما تروح تطبقها على تريدنج فيو، خد سكرين شوت بعد ما انت طبقت الكلام ده كله وابعتها لي، او وانا عايز انزلها عندي على الميديا، خدها سكرين شوت بس انت بعتها لي من التطبيق اللي عملناه، او انت نزلها على الميديا عندك وابعت لي، وبعمل لي منشن فيها عايزين نبدا نشوف الشغل، نشوف الشغل بتاعنا. اوكي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.